الحديث عن الصدقة حقيقة حديث ذو شجون، لأنه حديث الواثقين بعطاء الله، الله أكبر، حديث المصدقين بالخلف، حديث أولئك الذين حقيقة أثثوا تلك القبور وتلك اللحود. يوجد أيها الأحباب أناس تحت الأرض ماتوا، ولربما تقاربت الأرض عليهم يوم أن ماتوا، اليوم انفرجت وانقلب الضيق إلى سعة والنار إلى جنة، وترقوا في درج الجنة بسبب ماذا؟ بسبب صدقات وصلت إليهم في تلك اللحود فنورت ذاك اللحد. وهنيئا أيها الأحباب من كان يبذل هذه الدنيا حتى يصل إلى رضا ربه. المال، هل نحن نملك ما في أيدينا؟ العجيب أن بعضنا مسكين يعتقد أن المال الذي كسبه بدنياه وجهده وبيعه وشراءه والوظيفة، وباع أرض كانت بثمن بخس واليوم بالآلاف، واغتنى وقد كان فقيرا، يعتقد أن ذلك من حوله وقوته. ولذلك بعضنا إذا دعي إلى باب الإنفاق أمسك قال مالي مالي. وفي الحديث يقول الحق جل وعلا لذاك الذي يقول مالي مالي، يقول الله له، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، الله أكبر، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت أو أمضيت. المال إما أن تتموله وتبني به جسرا وتعرج به إلى رضوان الله، وإلا فإنك ستحزن. ووالله إن في المقابر أنين وبكاء لأغنياء وتجار وعندهم أموال ومساهمات، وكلما قيل لهم يا أبو فلان أوقف، يا أبو فلان تصدق، هذا ماء، هذا قرآن، هذا يتيم، هذه أرملة، قال بكرة. وبكرة إلينا الآن هو في مقبرة النسيم أو العود، رحل وانتهى وترك المال لورثته. وترك المال. العجيب أن المال للورثة لو تصدقوا هم منه صار الأجر لهم، والمال ماله. والله قهر يا أخي، والله إنه من ظلم النفس. المال في الإسلام ابتلي الإنسان، الله جل وعلا قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فليس المال مالك، مال الله، فليس لك، هو مال الله، وأنت خليفة في هذا المال. ولذلك قال أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، اللي أعطاك هو الله، وهذا ابتلاء. الصحابة رضي الله عنهم بفكر عال وتفكير منطقي صحيح علموا أن الله هو الذي أقرضهم، ثم هو الذي استقرضه منهم. ولذلك عندما سمع الصديق قول الحق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بكى. لماذا تبكي يا أبا بكر؟ قال هو الذي وهب المال، وهو الذي استقرضه، وهو الذي جعل بعد ذلك جزاءه الجنة. لذلك يا أحبابي لو قيل لأحدنا الآن أنفق، بس بشرط أن يكون المال الذي تنفق منه ليس لك، أو نعم هو لك، اللي لك أنفق منه، واللي لله أخرج منه. الأولين يا أبو عبد الرحمن كانوا إذا أرادوا يستعطون الفقراء، أنا أذكرها وأنا صغير، يقول أعطونا من مال الله، دائما يطق الباب عليك أو يضرب نافذة السيارة، عطني من مال الله. هي رسالة جميلة، من مال الله، كأنه يقول ترى تذكير، نعم تذكير، ترى المال ليس لك وأنت عبده، والمال ماله، وهو مستخلفك فيه وناظر ماذا تصنع فيه ومبتلى فيه. بل إن العبد ينظر للمال، أن العبد إذا الفقير المسكين الوقف الصدقة، إذا بسطت يد الفقير أمامك تريد من مال الله فلم تعطه، أنت لم تعطي الله، وأنت لم تحسن لنفسك. ولذلك في الحديث قال الله استطعمتك يا عبدي فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، أما لو أعطيته لوجدت ذلك عندي. إذن المال أيها الأحباب، المال عارية مستردة مستخلفة. والعجيب يا شيخ ما تلاحظ أول أمنية للميت إذا مات تدرون ما هي؟ يصلي؟ لا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لكن ماذا يريد من الصالحات؟ تأمل في قول الحق جل وعلا في آخر سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يعني يا ربي والله لو تردني إلى الدنيا أني أول عمل بتصدق. طيب ليه ما تصدق الحين؟ ما الذي مسك يدك؟ ولذلك أحبابي إذا أخرجت المال وأبقيت، الآن يا أحبابي لدينا في محافظ نقودنا مال، من منا يعتقد أن الذي أخرجه
هو أغلى ما ينفقه. الله اللي أنت أنفقته هذا الذي أنت تحبه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعضنا إذا أراد أن ينفق أنفق الريال والخمسة والعشرة. طيب ال500 هذه ما يمر عليها الزمن. وبعضهم ينفق من الماء، السيارة الخربانة والحذاء المنقطع والثوب المخروق. ويا أخي هل هذا تقديمك لله؟ هل أنت تقدم لله ما تكره؟ ألا تحب المال الذي عندك؟ ولذلك أعقل الناس، واسمح لي أقولها أعقل، نعم. أنا ماني بعد نجيب الصفة الأخرى، لكنها أعقل الخلق على الإطلاق من نظر إلى ماله نظرة أن يودعه وينميه، ليس في المصرف ولا البنك، ولكن وضعه عند من وهبه إياه. الله أكبر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ولذلك يقول بعض السلف: الحبة ما في حبة تزن جبل في العالم إلا حبة الصدقة. الله أكبر. ورب العالمين يا أحبابي والله أغلق الباب عليك يا يقول أنا ما عندي مال. لو تعيدها يا شيخ هذه. يقول: أعظم حبة في الكون الحبة حبة ذرة، لكن الحبة حبة الصدقة تعدل عند الله جبل. الله أكبر. بل ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. ثم قال: اتقوا النار. أسألك بالله، يوجد أحد في المملكة، في خارج المملكة، في أي أرض، ما عنده نصف تمرة؟ في أحد ما عنده شق تمرة؟ الله أكبر. الشق هو نصف، النصف شقها. يعني لو أن أتاك فقير وليس عندك إلا تمرة فشققت التمرة بينهما كنت من المتصدقين، ولربما أوجب الله لك الجنة بشق تمرة. الله أكبر. اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، يعني إذا كان شيخ نصف التمرة يكون سببا في النجاة من النار. الله أكبر. البغية التي تاجرت بعرضها ثم هي الآن تسقي كلبا ويغفر لها. هذه الأحاديث تحمل هذه الدلالة على فضل هذه الصدقة. ثم أن ذكرت معنى جميلا، يعني لو أن أهل القبور اليوم تكلموا لقالوا: يا ليتنا نرجع فنتصدق. إن كانوا هم لا يستطيعون فنحن نستطيع. نعم. وكذلك الإنسان لا يستطيع أن يذهب بماله معه عند موته إلى القبر، لكن يمكن أن يجعله يسبقه الآن إلى الجنة ويسبقه الآن إلى قبره. خلينا شيخ، أنت ذكرت معنا فقط، أنا أريد أن أدخل في محور ثاني. هل إذا كان الإنسان يتصدق ببعض الأشياء التي لا يحتاجها، هل هذه معناها لا تقبل؟ لا، هي تقبل، لكن يقول أجمل ما في الحياة أنك تعلم أن الصدقة أنت تقدمها إلى الله. الله أكبر. أنا أتاني ضيف الليلة، ضيفي أبو عبد الرحمن، الله يسلمك. سأتعب نفسي حقيقة في إكرامك. صحيح. لن أتكلف مفقود، لكني لن أبخل بموجود. نعم. نحن كم عندنا من الموجود يا شيخ؟ نحن نقدم لأضيافنا الحلا والخير ونأتي لهم ونعتذر بعد إعطائهم الطعام يا أخوان، نحن ضيفنا نعتذر منه ونستحي منه. ألا نستحي من الله وقد أعطانا وأعطانا ومد في أرزاقنا ومد في آجالنا ثم وعدنا: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التصديق بالخلف. قدم، أنا لا أقول لا الملابس الزائدة لا تخرجها، الأحذية الزائدة لا أخرجها، قدمها للفقير، لكن اجعل لك مرات تخرج أفضل مما تحب، أغلى ما لديك. بعض السلف كان يتصدق بالسكر. السكر الحين عندنا اللي يأكل سكر يمرض، أو الأول كانوا يرونه فاكهة فكان يتصدق بالسكر. قال: لأني أحبه. ومر أحدهم عليه جبة من أجمل ما لبس وفي شتاء وفي برد فخلعها ثم ألبسها الفقير وهو يردد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله أكبر. أحد أسباب أن السلف الصالح، ويوجد أخيار في هذا الزمن، ينفقون عين أموالهم وزهرة التي جمعوها في زهرة أعمارهم، ما أنفقوها أحبابي حتى لأنهم لا يحبون الدنيا. هم يحبون الدنيا مثلنا، لكنهم وثقوا في عطاء الله وفي خلف الله. وكما كرمت، هم هندسوا الطريق الموصل للجنة وبنوا على النار جسرا، وهناك على صعيد المحشر المؤمن في ظل صدقته.